بالخيانة الزوجية، فتلك هي الطامة الكبرى. كتكون ربما هي الضربة القاضية اللي كتدمر ماشي فقط عائلة ولكن عائلات. ضيفنا اليوم قبل ما نبداو هذا اللقاء تكلمنا معاه غير ما مرة، قلنا لي ما عندك ما دير بهذه الخرجة الإعلامية، عندكم وليدات. قال لك أنا باغي ندوي، وماشي اليوم غدويت أنا، راه في موقع التواصل الاجتماعي ديالي صفحاتي الخاصة هضرت في هذا الموضوع. وله لا يحط شي واحد في الموقف اللي محطوط فيه حموده اللي هو واحد مواطن مغربي تنعرفوا لمده سنوات، مزوج، كنعرفوا الزوجه ديالو، زارنا غير ما مره هو وياها، والدين وليدات ما شاء الله ولا قوه الا تنعرفهم ملي كانوا باقيين صغيورين، ما شاء الله، واحد الوليدات. فجاه حياتهم تحولت الى جحيم، الحياه ديالهم تحولت لجحيم وتقلبات الفوقاني ديالها التحتاني. تيتلاقانا تيقول لنا حكا حصلت مرتي بخيانه الزوجيه. ما نكذبش عليكم، الخيانه الزوجيه خصها اثبات، خصها دلائل، خصها قرائن. كنت لا اعيره اهتماما، تنقول له سير في حالك، خلي عليك السيده، تبقاش تضرب لها في عرضها. فجاه سمعنا ان السيده تشدات في الحبس، وهي الان راها معتقله، وعطانا ما يثبت محاضر المعاينه ديال الضابطه القضائيه، وتنقولوا الله يكون معك. والفيديو ديالها تتعترف بالفم ديالها. وانا تنقول لك حموده الله يكون معك اولدي، هادشي اللي غادي نقول لك ماشي سهله. كيفاش باقي واقف؟ هذه رسالتي. اول حاجه السلام عليكم. تنشكر جريدتكم الموقره، جريده الشعب. انا ما هذاك الشيء اللي وقع لي ما نبغيش العدويه، لان كرامه الانسان وشرفه هو قبل كل شيء. زيدوا الخيانه الزوجيه بين الرجل والمراه ما كاينش تمييز، بحال حيت الله سبحانه وتعالى قال لك وارجموهم حتى الموت، الا كان هي مجوجه وهو مجوج، او 100 جلده ليه وليها. اول حاجه انا ربي سبحانه وتعالى هذه رسالتي، بان اي فعل جرمي والى الله سبحانه وتعالى تيبين الاثر ديالو. اول حاجه بعدا هذه السيده انا كنت معتقل. هذه شحال من سنه؟ 23 سنه. ديتها للطاليان، كانت خدامه في معمل ما في حالهاش، كانت تما خرجت تخدم عندها 13 عام في معمل. السيده عجبتني، خدتها. ولا والد ديالي استاذ الله يرحمه جامعي، وخوتي ناضوا قالوا لي لا شوف، اقسم بالله، وكي رجعت لوالدي رجعت عليها، قال لي لا شوف راه غتلقى مشاكل، راه هذه علاش هما فكروا بغاو لي شي وحده ناخذها بنت عائله قاريه، ولكن الله كتبها لي، انا عجبتني خدتها. 23 سنه. شو الايطاليا؟ ديتها لايطاليا، صوبت لها الوراق ديالها. ولادي تزادوا تما، عندهم الاقامه الدائمه تما، وراه دابا راه كل عام بقات محافظه على العش، كل راه خادوا الباسبورات ديالهم، ولكن راه غياخذوهم حيت زايدين تما. انا كنت معتقل على تهمه اهانه احد رجال القضاء. كان شي ناس، كانت شي دعاوي ديال التشهير، وانا لا علاقه لي بها. ما علينا، داكشي دوازتي عليه العقوبات ديالك. كانوا شحال تشديتي؟ تشديت 5 شهور في 8 شهور. جاتني بانني غادي يبيعوا لي المحلات ديالي في المزاد العلني في المحكمه في عكاشه. فاذا به جات عندي، حيت انا كنت في خاصه، في حراسه خاصه، كان كل واحد البيت ديالو، كنت في امني، حي امني. كان عندنا الزياره والهضره كانت عندنا يومين في السيمانه، اللي 10 دقائق ولا ربع ساعه، في اطار الواقع، في اطار سيروره اللي كاين هذاك الشيء في السجن. فاذا به جا عندي مفوض قضائي تما، خرجوني عنده، بلغني. فجات هي قلت لها سيري لواحد المؤسسه، طلبي هذه المؤسسه مهله بصفتها مؤسسه اجتماعيه، سيري عند الرئيس قولي لي عافاك راه راجلي بقى لي 10 وغيخرج بلا ما تبيعوا ليه المحل ديالو. سيزي سيزي. تنتحفظوا على ذكر هذه المؤسسه. ما علينا. مشات تما، فاذا به وقعت في خيانه زوجيه، والزنا داخل حرمه هذه المؤسسه. قبل ما نوصلوا للزنا داخل حرمه المؤسسه اللي مازال ما تثبتش قانونيا، عندك فقط بعض التفريغات اللي كاينين في الهواتف. خرجتي من السجن؟ ملي خرجت من السجن الاربعاء، خرجت الاربعاء، بحال الاربعاء خرجت في 2/11، مشيت معها 3/11 باش نواكب الملف ديالي، توريني فين مشات، عاد اللي مسئول،
اذا مشينا ما لقيناش هذاك المسؤول، قال راه عنده جلسه في هذيك القضايا المكلف بها. فاذا به رجعنا للدار، صافي الغد لي الجمعه غنمشيو. قالت لي لا، اش غدير؟ راه انا عييت وشوف عسير راسك هذه بالفعل. فطرنا غادي خارج ويتبعني، قالت لي شوف غادي سير عند فلان وفلان حتى بعض المرات كتغلط دابا باش كتقول لي انك انت باغي تعاود داك الشيء. لا ما غنقولش نعم. اسماء. نعم. حفاظا للتقاليد والاعراف. قالت لي سير عند فلان اللي مكلف، وسير عند واحد، وهذا خشاتو لي الوسط، هذا المشتكى به. سير شكرو راه قضى معايا فاش كنتي في السجن. قالت لي سير شكرو، راه وقف معايا دار. قلت لها كيفاش نشكرو؟ هو باقي هذا الشيء مالو، حيد لنا شي حاجه، حيدنا ما دار والو. انا بحال يا ربي خليك الشك شويه، دخلني شويه الشك. قلت وانا مشيت للمحكمه، فاذا به اقسم بالله على العظيم هذا الشيء قبل المحكمه مشيتي على ورقاتك، من بعد خرجتي مشيتي للمؤسسه الاخرى اللي عندك فيها الغرض. مشيتي للمحكمه قضيتي غرض. لا ما قضيت، ما لقيتش السيد. كانت معايا يوم الخميس، يوم الجمعه اللي كبيره عند الله، عاد مشيتي لديك المؤسسه اللي قلتي الاجتماعيه. مشيت للمؤسسه الاجتماعيه، فاذا به مشيت سولت قضيه غرض، انا غادي خارج ويتبعني واحد السيد، ماشي نقول الله يرحم به الوالدين، جا قال لي هذيك السيده اللي كانت معك البارح شكون هي؟ ما قلتش لي راه الزوجه ديالك، ولا قلت لي الزوجه ديالي ما عرفت بان غيقول. حسيتي شي حاجه؟ حسيت شي حاجه. قلت له لا راه بنت خالة مدام هذه. قال لي شوف اخويا، انت راه تنعرفك مناضل وهذه ديك السيده بعدا على مرتك، ما تجيبهاش دارك، راه طايحه مع واحد السيد هنا هذاك مشتكى به. فاذا به مشيت وجيت كدبر، مشيت نجري للدار، لقيتها باركه تتفرج، شاده التليفون، كي خدت لها التليفون مشات تجري البيت نعس، سدت عليها. ملي تفحصت التليفون كانت تدوي معاه ابل فيديو، هذا السيد كانت تدوي معاه ابل فيديو وانا خارج من الحبس، ماشي 5 مرات. ولقيتها داخله الفيسبوك ديالو، جيم صداقت هذاك النهار الجمعه. علاش؟ حيت كانوا تيتواصلوا عن طريق الهاتف عادي ملي كنت مشدود. دابا ملي خرجت ما بغاوش يريسكيو، ولا بغات تبين لي بان غنبقاو بعضياتنا، هذا راه ما عاقش، هذه الرساله واضحه راه باين. فاذا به خرج تليفونات هذاك الشيء، ناض ولدي. فاش بديت نغوت راه حرقه. ولدك شحال عنده؟ عندي ولدي عنده 17 سنه. ناض قال لها كنحييك انك تمالكتي اعصابك والتجأتي للقانون. انا كمل. قال لها ماما، يا قلت لك هذا السيد ما تبقايش تعيطي لي. قلت لي علاش؟ قال لي اقسم بالله العظيم راه في محاضر ضابط الشرطه القضائيه الذي لا يطعن فيه في الزور، ولاده شاهدين فيها. قال لها بابا، قال لي راه مشيت تما. قالت لي راه مشيت تما وذاك السيد راه باسني من جهه فمي. قال لها ماما ما تبقايش تمشي عنده. بقات العلاقه بيناتهم. جبت التليفون، درت شكايه في الموضوع، في خيانه الزوجيه وبالشيك. هذاك الشيك نقول لك الموضوع ديالو. فاش حصلتها ناض صداع، عيطت على خوتي طباء جاو حضروا عقلانيين، حيت راه تقدر تطيح فيها روح. جبت خوتي، انا خارج من ازمه ودخلت ازمه كبيره، كبر من الحبس اللي كنت فيه. كمل. ملي جات اش لقيت بان السيده كانت تدوي معاه، تتراسل معاه، تتصيفط ليه هذه. جينا عيطت على خوتي طبا، قالوا لا اش غديري؟ ما كاين لا صداع لا والو، عتبركي تقولي هو قلتي تخايل. قال لها جي نمشيو نديروا لك بصمه ديال باش تخايل وانت عندك التليفون فيه كلشي. قال هي تتقول خوتي طبا الله يجزيهم بخير، قالوا لها اش غادي ديري اختي؟ قالت لها اش غديري باش نهنيو هذا الامر؟ يلا غادي نديوك على الطبيب اختصاصي اللي يدير لك خبره على الجنين، على الوالده، غيتبين حيت كاينه ما كنتش عارفه الجنين هي ما حاملاش. لا ماشي ما حامل. يدير لها خبره جينيه. الجينيه يدير لها خبره على الوالده ديالها حاشا. باش يشوفوا شحال من مره مثلا ما واش مارست عند نفس الشخص ولا شخص اخر ولا اشخاص، حيت تخرج بحال البصمه ديال اليد في باب. اش دارت هي؟ هربت. ملي هربت تا مؤخرا اكتشفت بانها هربت وعيطت ليه. راه عطيتكم التفريق. تتقول ليه نشوف واش طبيب ديال المخزن شوف ليا باش ندير هذيك تحت مني، باش الا دار لقاها تحت مني، نشوف واش هذه المراه اللي تهرب وتعيط على هذا المشتكى به وهو العاشق ديالها، ويقول لها تقول لي شوف لي شي طبيب ديال المخزن يدير لي هذا السيرتيفيكا باش تبقى تحت منا بان ما نعس معايا حتى واحد، ما نعس معايا. هذا باين هذاك الشيء. المهم اش دار؟ قضيه الشيك. قضيه الشيك ملي دخلوا خوتي
مع بنتي في كليه الطب، ولدي في الباك. خوتي قالوا لي راك غتدخل في واحد الدوامه كبيره، راه عندك اعداء تيتربصوا بك، راه غيجروها وغتولي في حوايج كبيره. وفعلا هادشي اللي وقعت فيه، ولكن ربي الحمد لله غلبني. اش دار؟ مشات، قلت لها دابا البارتما ديالك انا شاريها لك بسميتي، شاريها لولادي بسميتك باش نكبر بك عائلتك، حيت عائله شريتيها لها؟ شريتها لها ب 87 مليون، وهي اللي عطاتني في الشيك. قلت لها اري نكتبها لي في سميتي. قالت لي اش غدير؟ هي كانت خدامه في معمل مع عبد 13، ما عندهاش، ما كانوا كارين عبيد وكوزيلو، ماشي حشوم، ماشي عيب. الفخر ماشي عيب، انت بغيتي تكبر بها باغي نكبر بها. كتبت لها الدار. اش قالت لي الشيك؟ قالت لي الشيك راه قالت لي غنعطيك شيك بين ما جات اختي من كندا تخلصوا. وغتخلصوا. قالت لي هذيك الدار اقسم بالله ما زدت ما نقص. قالت لي هذيك الدار شاريها لي بحب وبعشق، تاخذ اختي. شنو قالت لك؟ ندمت؟ قالت لي ندمت وسمح لي غلطات مع انها مشات عنده. انا شفت هذا قالت لي انا شفت الفيديو اللي قالت بانها، انا باش ما نعطيكش انت تعاود لانك تقدر. قالت بانها كانت كتمشي عنده، كانت كتمشي حتى لواحد النهار تسلم عليه من الحنك للحنك، وغلطت معاه ومارست معاه في المكتب ديالو اللي كاين في ديك المؤسسه الاجتماعيه. نعم، فوطي صفر. عاودت لي كل شيء من بعد ديت عند الرئيس عند واحد الرئيس ديال هذيك المؤسسه وواحد مسؤول اخرى، عاودت لهم. فاذا به خوتي حكموا، مشاو معايا. دارت لك اشهاد بانها ايغاليزي هاد السيده كتاكد العلاقه ديالها مع هذا الشخص، ودارت فيديو طلعنا عليه كتقول فيه. هاد السيده ملي ديت انا قالت لك هاد السيده هاد مشتكى به، هاد المشتكى به باستغلال شطط استعمال السلطه ديالو في المؤسسه ديالو. قال لك هزيت عليه جنوي في المحكمه. هي قالت لك هزيت عليها جنوي باش اعترفت. واحد الوسيط ديالهم حتى هو قال لك هزي جنوي، هذه ما هزه جنوي. ما عليناش على ديك. إذا متابعينا الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكما تبعتوا معايا في هذا الفيديو القصة ديال هذا السيد هذا المواطن المغربي اللي عاش واحد الصدمة اللي قوية منين خرج من الحبس. منين خرج من الحبس ولقى راسو مواجه بواحد الخيانة كبيرة من طرف المرأة ديالو اللي خانته مع واحد الموظف في واحد المؤسسة اجتماعية كيف ما كيقول في القصة ديالو. فالقصة الإخوان بدات منين هذا السيد هذا كان باغي يمنع بيع المحلات ديالو، وصيفط مرتو عند هذا الموظف باش تعاون معاه وتطلب مهلة، ولكن مع الوقت بدا يشك في التصرفات ديالها. فالشكوك تزادت من قلبت التليفون ديالها ولقى دلائل على الخيانة، وزاد تأكد أكثر من واحد من ولادو شهد بالعلاقة اللي كانت بين مرتو وداك الموظف. فهاد السيد هذا ما سكتش ورفع دعوى ديال الخيانة الزوجية مدعمة باعتراف مصور من طرف الزوجة اللي أقرت بأنها دارت داك الشيء في المكتب ديال الموظف. لكن من بعد كيكشف هاد السيد أن الطرف الآخر حاول يفبرك ليه تهمة جنائية باش يسكتو ويسقط الشكاية، واللي تسبب ليه في مشاكل كبيرة والتشريد ديال ولادو. ورغم أن الزوجة عرضت عليه يتنازل عن الشقة مقابل الصلح، رفض هذا العرض وقال بأنه ما يفرطش في كرامته ولا في حقه، وطالب بتطبيق العدالة ومعاقبة كل من استغل السلطة وأهان كرامته. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متابعينا الكرام، هادشي اللي كنشوفوا راه كيخلع بزاف الاخوان، فما تنساوناش بالدعم ديالكم الاخوان، بالسيبور ديالكم، اللايك ديالكم الاخوان. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال الاخبار من قناة امبراطورية الاخبار. فهادشي كان متابعينا الكرام، الى حلقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.